القدس مسكن الأنبياء. يكاد الإنسان يعجز عن الحديث عن القدس. قد أختلف عن بعض الزملاء، سوف أتحدث إيجابيا أو ما يمليه علي ضميري وما في قلبي، وكذلك سوف لا أتحدث بالدبلوماسية المتعارف عليها أو توجيه الحديث إلى المجتمع الدولي ودول الغرب والسفارات وما أدراك ما المجتمع الدولي، لأن نؤمن في داخلنا أن المجتمع الدولي لن يفيدنا بشيء، سواء في القضية الفلسطينية أو في العرب أو فيما يتعلق بالمسلمين. هذا أمر لا غبار عليه. ويقول الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ما لم نغير من أنفسنا ونحاول الوصول إلى حلول ودعم أنفسنا وتوحيد كلمتنا لن ينفعنا الغرب، سواء خرجنا البيانات، سواء تحدثنا في الإعلام، سواء تواصلنا معهم، أمر غير صحيح. وسوف لن أكرر بعض المداخلات التي تحدث بها الزملاء عن مواقف البرلمانات الوطنية ومواقفها معروفة، وكذلك مواقف الدول العربية، ولكن نتحدث ما تمليه علينا مسؤوليتنا اليوم داخل هذا البرلمان العربي، كوننا أعضاء نمثل البرلمان العربي. ما قدم البرلمان العربي لفلسطين؟ اليوم جالسين في هذه القاعة ونتحدث ونرفع الشعارات وفلسطين وما أدراك ما فلسطين والقدس. إذا كان نتحدث أن البرلمان العربي لا يمكن أن يقدم شيء، فهذا أمر غير صحيح. فسأحاول أن نجتهد في بعض ما يمكن تقديمه، وهذا الاجتهاد المتواضع من البرلمان العربي. على سبيل المثال في المحافل الدولية، عندما يكون على سبيل المثال في البرلمان الدولي يتواجد الإسرائيليين في هذا المحفل الدولي ويشارك البرلمان العربي، ولكن من حين إلى أخرى المفترض أن يكون عضو من دولة فلسطين يلقي كلمة باسم البرلمان العربي، وتكون الكلمة فيها رسالة معنوية قوية ورد على الأقل معنوي تعبيرا عن القضية الفلسطينية وإيمان البرلمان العربي بهذه القضية واتجاه الإخوة الفلسطينيين. الأمر الآخر، عندما حدث مثل ما حدث الآن في قضية القدس وفي فلسطين والقصف في مدينة غزة، المفترض أن يكون هناك حدث متسارع، خروج إعلامي متوغل. هذا أمر بسيط، تكون هيئة الرئاسة من مكتب الرئاسة خروج يدعو بعض الأعضاء إلى بيان يلقى في نفس اللحظة إلى خروج حديث إعلامي. كنا تابعنا حديث السفير الفلسطيني في بريطانيا، وكم لاقى هذا الحديث وهذا الحوار قيمة أكثر من البيانات. البيانات ليس لها قيمة، تكتب ويطلع عليها في الصفحات ولا يكون لها حتى شيء معنوي. تخرج هيئة رئاسة البرلمان العربي وتتحدث وتلعن أبو إسرائيل إلى يوم الدين. هذا أمر ليس بالمستحيل. نتحدث عن الأمر الآخر، الدعم. لماذا لا يدعم البرلمان العربي ماديا؟ نقول أن القانون وأن النظام وأن النظام الأساسي والداخلي، نحن من يملك تعديل النظام، ويطالب البرلمان تعديل النظام مثل ما طالب البرلمان تعديل النظام في مدة هيئة الرئاسة. أيهما أولى؟ نخصص قيم مالية بنظام أن تعطى لفلسطين. فلسطين مش محتاجين أن احنا نتحدث كذا. أنا حتى اليوم حاولت أن نلقى الرسالة، مش محتاجين كلام، محتاجين فعلا نطلع ونتحدث. بقى تحدثنا سنوات، نفتخر أن نحن اليوم على الأقل فخر لنا أن أنا مؤمن بقضية ونتحدث عنها وهي قائمة ولم أخلق على هذه الدنيا. هذا شرف لي، قضية قائمة نتحدث عنها وهي قائمة قبل لا نخلق ممكن في القاعة كله. القضية تقارب 75 سنة، ما أعتقدش أن هنا عمرها 75